السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن مجموعه الدارك ماجيشن، وطبعا مع اضافه الوحش الاسطوري ريد ايز دارك دراجون، اللي هو تقريبا الناس دلوقتي بتلعبوا مع كل المجموعات حرفيا. مبدئيا كده طريقه لعب المجموعه بقت مختلفه تماما. يعني في الاول انت كنت بتعتمد تجيب سول مع سيركل مع مثلا كونتينيو تراب، لكن دلوقتي انت في الغالب بتعتمد انك تجيب 3 بيج بوس في الملعب، 3 وحوش فيوجن، بيبقى منهم طبعا الدارك دراجون مع سول على الاقل. طبعا بقى السيركل او الكونتينيو تراب ده بقى بيكون على حسب حظك في السحب، سواء عندك في البدايه او السحب اللي بتعمله بعد كده. طيب عموما عشان ما تقولش عليك كتير، خليني اول حاجه اوريك المجموعه واقول لك شويه حاجات كده فيها، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب مبدئيا كده مش ده شكل المجموعه اللي انا هسيبه لك في الوصف، او مش ده افضل شكل للمجموعه. انا بس عامل الشكل ده عشان اجرب حاجه، وعشان برضه اوريكم شويه حاجات في المجموعه. يعني يفضل ان المجموعه بتاعتك تكون اصغر من كده. طيب هتصغر المجموعه ازاي؟ وحش زي ده ممكن تشيله من المجموعه. هتقول لي ليه ضايف الوحش ده؟ بص، هو كومبو المجموعه كده كده هتقدر تعمله من غير الوحش ده، بس في طريقه تقدر تعمل بيها كومبو المجموعه. الطريقه دي هتكون مفيده في ايه؟ انك هتستخدم نافيجيشن. هو عموما كومبو المجموعه هتعمله، وهتستخدم في دورك سول عن طريق طبعا وحش الفيوجن بتاعك اللي هو الوحش ده. هتقدر تسحب سول وتفعلها في نفس الدور. بس في طريقه تاني ممكن تستخدم بيها نافيجيشن. ده بقى هيكون مفيد في ايه؟ هيكون مفيد ان النافيجيشن هنا هتبقى عندك في المقبره، وهتستفيد في الدور الجاي من قدرتها في المقبره اللي هي قدره نيجيت لاي سبيل او تراب. طيب انت لو هندك طبيعي، يعني هندك مش حلو او هندك طبيعي، فانت مش هتعمل الكومبو باستخدام نافيجيشن. ليه؟ لانك لو استخدمت نافيجيشن عشان تضيف نافيجيشن للملعب وتفعلها، فهنا انت استغنيت عن اضافه سول. وانا بشوف ايترنال سول بصراحه مهمة جدا وجودها في الملعب. اما بقى في حالة ان ايترنال سول اصلا في ايدك، او مثلا ورقة الفيلد في ايدك، هتقول لي ممكن افعل المهارة وارجعها للمجموعة واعمل الكومبو عادي. انت صح، ولكن انت لو ضايف هنا الوحش ده للمجموعة عندك، فانت مش هتعمل كده. ما ترجعش سول للمجموعة، بالعكس سيب سول في ايدك واعمل الكومبو باستخدام نافيجيشن، لان هنا بقى تستفيد من وجود نافيجيشن في المقبرة. يعني هيبقى عندك 3 بيج بوس زائد نافيجيشن في المقبرة مع سول في الملعب، ولو حظك بقى حلو وساحب سيركل او حاجه يبقى كويس جدا. طيب الشكل الطبيعي للمجموعه الافضل، يعني تشيل الوحش ده. نافيجيشن ممكن تضيفها للمقبره بكذا طريقه، او ممكن تشيلها اصلا من المجموعه على فكره. برضو وحش الالوجن ممكن تشيله، يعني على قد ما تقدر تحاول تصغر من مجموعتك. هنا الوحش ده برضو ممكن تشيله. ممكن تلعب بنسخه واحده على فكره من الماجيشن سول. ممكن عايز اقول لك ان الدارك ماجيشن نفسه انت ممكن تلعب منه بنسختين، يعني ممكن تلعب منه بنسختين وممكن تلعب منه بنسخه واحده كمان. طبعا في ناس هتستغرب، بس صدقني عايز اقول لك ان العاب يوجي الكبيره اللي هي مثلا المجموعه بتبقى 40 ورقه، مجموعه الدارك ماجيشن بيلعبوا بنسخه واحده او نسختين من الدارك ماجيشن نفسه. بس خلينا نلعب بنسختين. دارك ماجيشن اتاك برضو ممكن تشيلها. انا بشوف شكل ده كده كويس جدا. طبعا لو عندك 3 نسخ من تيمايوس، 3 نسخ من إيلوجن اوف كايوس، 3 نسخ من الورقه دي، يفضل طبعا، لان ده بيساعدك كتير على تفعيل المهاره. ممكن برضو تضيف للمجموعه اندر وورلد في الاكسترا ديك مكان اما الوحش ده او وحش الاوركست براحتك. لو عندك الاندر وورلد اكيد ضيفه كويس مع اي مجموعه حاليا. برضو ورقه الفيوجن نفسها كويسه لو هتلعب باكتر من نسخه، ممكن نسختين، ممكن 3 نسخ كمان. بس انا بالنسبه لي مع الدارك ماجيشن بفضل تكون المجموعه صغيره بالشكل ده. فانا هسيب لك رابط المجموعه بالشكل ده، لان بالنسبه لي اللي قدامك ده افضل شكل. لو الموضوع مش مريحك وحاسس لا انا عايز ازود نسخه ثالثه بالدارك ماجيشن، براحتك. فهسيب لك رابط المجموعه بالشكل ده، لان زي ما قلت لك ده افضل شكل بالنسبه لي وهو اللي هسيبه عندي. بس المبارزات بالشكل اللي انت شفته اول الفيديو. فعموما خلينا على طول نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب تعالى اوريك الكومبو على السريع. نفترض بس ان انا بادئ اول. اوكي، اكن المهاره طبعا متفعله عشان انا بادئ تاني، بس مش هفعلها. ده الجزء التاني في المهاره. لازم اضيف لايدي التيمايوس. اوكي خلاص، ممكن ارجع دي. هو انا الهاند كويس، انا كان نفسي ابدا بهاند اسوأ من ده، بس ماشي. وانا مش في ايدي دارك ماجيشن، محتاج دارك ماجيشن. فعل المهاره. لازم ارجع ورقه من ايدي. ممكن ارجع سول، سيب الالوجن في ايدي، او ممكن ارجع الالوجن لاني هضطر هنا اسرش. ماشي، ممكن ارجع الوجن. ده الموضوع بيكون على حسب الهاند بتاعك. هضيف ماجيشن رود واضيف هنا ورقه الفيوجن. الطبيعي انك بتضيف ورقه الفيوجن وبتضيف لايدك ورقه سول سيرفنت. ده الطبيعي يعني، ولكن هنا عشان هاندي حلو. طبعا انا هنا بقى صغرت المجموعه. انا في المقطع كله بلعب مجموعه كبيره. طيب هنا هقدر بقى اعمل سيرش اضافي على حاجه انا عايزها، سواء دارك ماجيشن سيركل او
التراب الكونتينيو تراب، او حتى الورقه دي كويسه جدا لانها ممكن تحملك الدراجون من اي حاجه. هو لا يستهدف بس ممكن تحملك من اي حاجه، فبراحتك يعني. دي في اللي انت عايزه. اوكي، هضحي بالرود واجيب 2 دارك ماجيشن فيوجن. ببدا بالوحش ده اكني بادئ اول. طبعا انت لو بادئ تاني تقدر تجيب الدراجون على طول، تقدر تعمل كذا حاجه. بعد كده هفعل الجزء التاني من المهاره. هضيف الجير للماجيشن في الملعب. هنا مش هستخدم تيمايوس، هستخدم ورقه الفيوجن بحيث اجيب الوحش ده. ايه الغرض بقى اني اجيب الوحش ده؟ هقول لك. افعل سيرفن واضيف سول. هنا بقى مش ضايف النافيجيشن، كنت ممكن اضيف النافيجيشن بس احط الوحش في الاكسترا من ماستر زون واعمل 2 سامن، ولكن كنت هخسر سول لو هي مش في ايدي. فايدة الكومبو بالطريقة دي، طبعا بقدرة وحشي هسحب ورقة هتطلع ورقة تراب، فهقدر احطها في الملعب واقدر افعلها في نفس الدور. اجيب دارك ماجيشن من المقبرة واستخدم عليه تيمايوس واجيب الدراجون، او مش لازم الدراجون، على حسب مجموعة خصمك. يعني ممكن الدراجون وممكن الوحش ده قوي جدا حرفيا. اوكي، هنا الدراجون جبته بدارك ماجيشن فهيبقى قدرته هيكتسب القدرة بتاعت التدمير عادي، لكن لو جبته باستخدام الوحش ده مش هيكتسب القدرة. هنا زي ما قلت لك بقى في ايدي حاجة زيادة، في ايدي سيركل. طبعا لسه ما سحبتش ورقتين، خليني اسحب ورقتين. طيب المبارزة دي بلعب ضد مجموعة البراندد. بدأت تاني، بدايته كانت كويسة، البداية الطبيعية بتاعت البراندد. ولكن كان بيلعب بالدراجون. حلو الدراجون مع المجموعة وتقدر تجدده برضه، بس لسه بشوف الميرور جيد قوي صراحة. 2 بانش بدون استهداف. الدراجون نجيت لأي حاجة. الوحش لا يستهدف، ولكن النجيت لي 8 بتبعت ورقة من إيدك للمقبرة، فده مش كل الأوقات هتقدر تعمله مع مجموعة البراندد، وممكن تضطر ما تبدأش أفضل كومبو لو في إيدك. يعني مثلا ممكن الهاند يسمح لك تجيب 3 وحوش في الملعب، اللي هو زي ما خصمي عامل كده. هو خصمي مش عارف يعني ساب ده ليه في الملعب، بس اوكي. بس هنا عندي دروبلت. بص هنا عامل ايه بقى. تيمايوس هيعمل لها نيجيت شين. هبعت تيمايوس سبيل من ايدي كده، مش هيقدر يستخدم حتى براندد ان ريد غير لما يخلص الشين. جبت الريد ايس دارك دراجون خلاص. حتى لو استخدم دلوقتي براندد ان ريد اقدر اعمل لها نيجيت. فاصبح ملعبه عباره عن وحوش هجومها قليل، وحتى ورقته الخلفيه لو فعلها اعمل لها نيجيت. فالموضوع بقى سهل. المبارزه تعتبر خلصت اساسا. نيجيت لبراندد ان ريد، حتى لو كان بادئ البدايه بتاعت ميرور جيد هي. اوكي، سيركل فيوجن. على فكره بمجرد ما هاجم على وحوشه هجومها قليل فهقدر انهي المبارزه. هنا هحاول ادمر وحشه بالدراجون بس هيحميه من التدمير. هو يعتبر بادئ افضل بدايه للمجموعه غالبا، يعني دي افضل بدايه للمجموعه. بس لكن استخدام وحوشه اللي موجوده في وضعيه الهجوم قدر تنهي المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه الريد ايز، بقت منتشره جدا. اوكي الهاند كويس، مش وحش، اللي هو يخليني اعمل الكومبو اللي انا عايزه. بس طبعا السيركل واي حاجه تاني تكون بالحظ. هنا لازم اضيف سيرفنت مع ورقه الفيوجن. اوكي كنت اقدر اضيف على فكره السيركل مكان ورقه الفيوجن، بس ما كنتش هجيب وحش الفيوجن بتاع الدارك ماجيشن، ذا دارك ماجيشن. اوكي هحط سول، طبعا هسحبها بقدره وحشي وهحطها برضو بقدره وحشي واقدر افعلها في نفس الدور. تيمايوس، جبت الريد ايز دارك دراجون، هسحب ورقتين حلو جدا. بوك اوف كليبس نجيت، ضيع لي النجيت بتاع الدراجون بس مش مشكله. هنا سحبت ورقه كانت فوربيدن دروبلت فحطيتها طبعا بقدره وحشي. ده غير ان انا لسه عندي ورقه نجيت تراب الكونتينيو تراب بتاع النجيت. عشان كده جبت الوحش ده بحيث لو حبيت اعمل نجيت
اضحي بالدارك ماجيشن بدل ما اضحي بوحش الفيوجن. لازم تسيبه في الملعب. طبعا انا ناوي ايا كان عايز استخدمها امتى هعمل نيجيت لورقه الفيوجن سول او رود. ضحيت بالجير الماجيشن وجبته لايدي. ما توقعتش الحركه دي. كان في ايده ورقه اللي بيعمل بيها فيوجن من المقبره وجاب وحش. طبعا هو وحش ده معمول له نيجيت، بس المشكله بقى في الدور الجاي لانه هيدمر لي الوحش ده. هنا اي حاجه هفعلها هنا، انا لو فعلت سول وجبت وحشي هيعمل شين ويدمر لي سول. فعشان كده انا ما فعلتش سول، سايبه الاول هو يتارجت سول، بعد كده اعمل شين افعلها اجيب وحش احميها من التدمير زي ما هيحصل دلوقتي. بص هو هنا لما تارجتها انا فعلتها بقى، لكن لو انا فعلتها الاول هو هيتارجتها يدمرها خلاص. طبعا ملعبي كله مش هيتدمر، هو هيفضل لي الدراجون بس لانه مش بيتدمر. اوكي خلاص، يعني هجمه واحده على وحشه اللي في وضعيه الهجوم هقدر انهي المبارزه. طيب المبارزه دي مش طالع لي دارك ماجيشن في ايدي، بس في ايدي السيركل. حلو. المبارزه اللي فاتت قلت لكم كنت ممكن اضيف السيركل، يعني نفس الموضوع، ما اضيفش ورقه الفيوجن. نفس الموضوع بتاع المبارزه دي، انا هنا اضطريت ما اضيفش ورقه الفيوجن عشان ما عنديش دارك ماجيشن في ايدي. فهعمل برضو الكومبو، لكن حظي هيبقى حلو في حاجه. بس حتى لو حظي ما بقاش حلو كنت هقدر في دور خصم اجيب الوحش ده من المقبره. اوكي تيمايوس. هنا بقى هجيب الدارك دراجون. المشكله هنا مش هيكتسب قدره التدمير، هي دي المشكله الوحيده يعني. وغير كده برضو وحش في المقبره كنت هقدر اجيبه بسول في دور خصمي، ولكن انا سحبت الورقه دي. كان حظي حلو اني سحبت الكيوس، فضفت لايدي وحش سول، وباستخدامه جبت وحش الدراجون نايت من المقبره لانه في المقبره يعتبر دارك ماجيشن. فالملعب بقى قوي جدا رغم الهاند ما كانش افضل بدايه، بس الملعب بقى قوي جدا. نيجيت ممكن استناه يجيب الاول البيز لو كان جابه يعني، واعمل له نيجيت. كنت هخسره ورقه من ايده يعني. اوكي مش مشكله. عملت نيجيت لوحشه التاني وبنش لوحشه التالت، فانا دوره مفيش حاجه يعملها. عنده ورقه حمايه عادي، اعمل لها نيجيت بالكونتينيو تراب وهكمل هجوم وانهي المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد البريدا بلانيت. اوكي ضفت سول سيرفنت، فعلت المهاره، هضيف وحشين، هضيف ورقتين يعني. اوكي بعد كده هضيف وحشين دارك ماجيشن. هنا هبدا بالنافيجيشن على فكره. قلت ابدا بالنافيجيشن، مش افضل حاجه بصراحه. السول في الملعب وجودها مهم جدا، بس قلت اجيب النافيجيشن. نجيت عندي في المقبره بلعب بالبريدا بلانيت، وعندي نجيت تاني في الكونتينيو تراب، فحلو مش وحش على فكره. اسحب سول بالحظ دلوقتي. طبعا الوحش ده بتجيبه بتفعل قدرته تحوله للدراجون فيوجن باستخدامه هو الدارك ماجيشن، تجيب الدراجون. هسحب ورقتين حلو جدا، سحبت الفيلد، هضيف سول وضفت الكونتينيو تراب، سحبت ورقه حلو جدا برضو ورقه حمايه اقدر احمي بيها زي ما قلت لكم. الوحش ده مثلا ده الوحش الوحيد اللي يقدر يتارجته، هو فعلا كان فعل قدره البريدا بلانت، فانا حميته انه يتاثر باي حاجه. اوكي طبعا انا ناوي هعمل نيجيت لاوراق الفيوجن. عمل بندلوم، انا عامل فيوجن فعملت نيجيت لورقته، جبت دارك ماجيشن بحيث يبقى عندي نيجيت تاني. هعمل نيجيت للكوكي سبيل بتاعه. لسه عندي الدراجون ما فعلتش قدرته. طبعا مش هيقدر يتارجت حاجه، بس هو تقريبا عامل الحركه دي عشان يعمل سيرش. اقدر اعمل نيجيت للوحش ده لما يفعله، بس سبته. قلت اعمل نيجيت لورقه الفيوجن اهم. اوكي نيجيت، ما اقدرش يجيب اي وحش فيوجن حرفيا. سحب ورقه. بعد كده هو هنا هاجم تقريبا عشان ما استخدمش وحوشه اني انهي المبارزه، بس كده كده المبارزه منتهيه يعني. حتى وحش انا الوحش ده اقدر ادمره بالدراجون. وحش الحمايه اللي عنده
اقدر اهاجم عليه عادي بالوحش ده او بدارك ماجيشن، مش هيتاثر بسبب سول. الوحش هيتدمر ووحش هيفضل في الملعب. بعد كده نقط حياته اصلا بقت قليله، فهقدر انهي المبارزه بسهوله. طيب 5 وين ستريك، خصمي 9 وين ستريك. احنا الاثنين دارك ماجيشن، لكن هو بيلعب بالمهاره القديمه. هنا تقريبا يعني انا مش تقريبا، انا شفت 9 وين ستريك قلت لا هم يعني مش انا مش هبقى العاشر حرفيا. فقلت هنا ما جبتش الدراجون بقى. طبعا الدارك ماجيشن اعتمد على ايه؟ على اوراق السبيل. فطبعا كلكم عارفين انا جبت ايه. تقدر تعملها ضد البراندد لو بدات اول، ضد اي مجموعه بتعتمد على اوراق السبيل. تقدر تعمل الحركه دي عادي. اوكي، هجيب سول طبعا، واقدر العبها وافعلها في نفس الدور بسبب قدره وحشي. هنا هستخدم تيمايوس واجيب الوحش ده. عندي سيركل وعندي سول في الملعب، عندي دروبلت سبتها في ايدي عشان يبقى عندي 3 نيجيت. انا حاليا 3 نيجيت، واقدر اسحب ورقه يبقى عندي 4 نيجيت. اللي هو انت متخيل انت عندك 4 نيجيت لاي سبيل يتفعل ضد مجموعه هي بتلعب باوراق السبيل حرفيا يعني. فيلد سبته يفعل الفيلد عادي. سول اقدر ابنشها لما اعوز ابنشها يعني. سيركل هنا نيجيت لسيركل، طبعا سحبت ورقه بقدره وحشي. هو عارف اي حاجه العبها هعمل لها نيجيت. فعلى فكره اتاخر جدا في اللعب. ضاف دارك ميشن، عمل فيوجن نيجيت، هيعمل فيوجن كمان على فكره نيجيت. تخيل 3 نيجيت لحد دلوقتي. 3 نيجيت. بعد كده هبنش له بقى السول اللي هو كان فرحان بيها. عشان كده انا ما عملتش نيجيت للفيلد يعني على الفاضي. ليه؟ ما نبنش له سول. اوكي، طبعا ما عندوش حاجه يعمل بيها نيجيت، او ما عندوش دارك ماجيشن في الملعب اصلا. بنشت له الوحش الفيوجن اللي ضافه بالمهاره. اسحب ورقتين، بقى عندي 5 نيجيت بقى عندي حرفيا 5 نيجيت تانيين. طبعا انسحب. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه الدرايتون. في السلكشن بوكس يعتبر نازل لها 3 اوراق دعم حرفيا. وحشين في وحشين سينكرو مع الوحش اليو ار. طبعا الثلاثه دول دعم قوي جدا للمجموعه. لو طلع لي وحش اليو ار هحاول افتح عليه. لو طلع لي اعمل لكم مقطعين عن المجموعه، لانها بقى ليها شكلين مختلفين. طبعا هي ليها اشكال اصلا تانية، لكن مع السلكشن بوكس في وحشين سينكرو ممكن تلعبوا مع المجموعه. مش هتلعب الاثنين، تلعب يعني في شكل واحد منهم يتلعب، وفي شكل تاني تقدر تلعب الوحش التاني بيه يعني. اوكي، بدايته قويه جدا حرفيا يعني. عنده ورقتين خلفيتين، مش افضل بدايه للمجموعه، بس هو هنا عنده اوراق خلفيه اللي هو دروبلت. هنا شين بقى وفعل دروبلت. اوكي، تيمايوس. هجيب الوحش ده لاني هنا قلت يمكن هنا حظي كان حلو على فكره. ضفت الدارك ميشن وحطيت النافيجيشن على اول مجموعتي، بحيث لما اسحبها بقدره وحش افعلها. سحبت ورقه واحده، فالحظ اتعدل جدا بسيركل ووحش الفيوجن. كانش ليها لازمه اجيب دراجون، بس قلت انهي المبارزه بما ان المقطع برعايه دراجون، فقلت انهي المبارزه باستخدام دراجون يعني.